ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وألف سعادة، امين يا رب العالمين. بصوا، هعمل لكم حتتين طريقة فراخ اقسم بالله تحفة تحفة. يعني طريقة الفراخ ديت مش هتعملوا غيرها، غير ان هي سهلة جدا. يعني ولا سلق بقى ولا تحمير ولا معرفش اعمل فيها لا لا لا، حاجة كده تحفة. بصوا، تبشروا البصل حلو قوي وتحطوا فلفل اسود. حطيت بهارات فراخ وملح وهحط خل. الخل ده حطي ربع كوبايه، هو اللي هيسويها اصلا. الخل يعني ما تخافيش، ما تقوليش مثلا طعمه هيبقى باين في الفراخ ولا كده ولا اي حاجه، وحياة ربنا تحفه. حطي ربع كوبايه خل وقلبيهم كلهم، يبقى ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وخل. وهحط دلوقتي معلقتين صلصه. انا حطيت شويه فلفل اسود تاني، حسيت ان الفلفل الاسود قليل. هحط دلوقتي معلقتين صلصه وكلي احلى فراخ، والله العظيم احلى فراخ. عايزه تعمليها بفراخ يعني فرخه كامله اعمليها، عايزه تعمليها فراخ مقطع اللي انت عايزاه. انا بصي حبيت اعملها بالوراك، ان الوراك ديت حجمها ما شاء الله كبير ولحمها بيبقى حلو بقى وطري. ولا تحطي زبادي ولا معرفش، لا لا لا، حاجه كده بسيطه. والله العظيم زهقانه ومش لاقيه حاجه تعمليها، اعملي الاكله ديت. هاتي الوراك، اعملي شويه رز بسمتي جنبها، رز حبايه وحبايه، شويه رز بشعريه. ما تعمليش اي حاجه، لا سلطه طحينه وعيش بس. تحفه اصلا. التتبيله بتاعتها انت اصلا هتغمزيها وتاكليها احسن من 100 فرخه اصلا. يعني التتبيله اصلا بتاعتها كمان تحفه. وبعد كده دعكيها كويس جدا كده وتدخليها ما بين الجلد. على فكره الجلد ده احنا ما بناكلوش اصلا، بس هي عشان تنزل يعني تنزل السمنه بتاعتها. يعني الجلد ده بس عشان ينزل السمنه، بس احنا ما بناكلوش اصلا، يعني بشيله لما بنيجي ناكل. وتقومي ماسكاها كده مدلكاها. على فكره محدش يقرف يا جماعه، في الاخر احنا اللي هناكل الاكل يعني. وفي الاخر ان ده مطبخك، وانت هتقفي وانت هتعملي الاكل بايديكي، فلازم ان انا ادخل الحاجه كده بايديا كويس جدا. بس هتاكلي احلى فراخ واخف اكله واسهل اكله، ولا فيها مواعين كتيره ولا فيها بهدله مطبخ ولا وقفه كتيره ولا اي حاجه خالص. شويه رز بشعريه، شويه رز بسمتي، شويه حبايه وحبايه اللي انت تحبيه. ما تنسوش بالله عليكم اللايك، وصلوا على النبي في الكومنتات. بصي المنظر، بصي بقى هعمل ايه. خلاص كده هو هجيب بس معلقه سمنه كبيره، معلقه سمنه كبيره او معلقه زيت على فكره عادي خالص، سمنه او زيت معلقه كبيره. وتقومي ايه حطها بس كده على الوش. وبعد كده هحط كام ورقه. عايزه اقول لكم على حاجه، والله العظيم الناس اللي بتبيع الحاجه دي بتستغل العيال الصغيره. يعني بص انا يعني خليت ابني نزل جاب لي اللي هو الورق الشوربه فضل ورقه كبيره كبيره. بص الورقه قد ايه، الورقه صغيره جدا. يعني مش عارفه ليه. يعني بص مفيش حاجه بخلي عيالي يروحوا يشتروها غير بالمنظر ده. بص بقى انا سويتها على البوتاجاز مش في الفرن، انا سويتها على البوتاجاز. وبحط بقى ايه بقى، يعني بس بعملها على عين عاليه لحد لما هتخش في السوا كده وتاخد غلوتين حلوين. بحط من نص كوبايه ميه لكوبايه ميه، مش اكتر من كده وعلى نار عاليه. وبعد كده بوطي عليها، ولما تستوي خالص خالص برجع اخدها واحطها في الفرن على الشوايه، مش في الفرن بولع من تحت، لا بولع الشوايه. بديها بس وش كده من فوق.